لو هتعمل اطعام وتوزعه لله، بالله عليك اتعب شويه، ما تستسهلش وتدور على الصفحات اللي على النت وتقول له مثلا عايز اعمل ب 1000 جنيه، انت ولا هتعرف هيعمل كام وجبه ولا هو هياخد ليه ايه. انما ممكن تروح لمطعم تقول له مثلا عايز 50 وجبه، هيقول لك الوجبه ب 60 جنيه، تدفع الفلوس، خدت ال 50 وجبه بتوعك، عارف ان انت الفلوس دي راحت فين، وكده فهمت هو كسب ايه، كسب حق شغله، وخدت انت الحاجه وعرفت ان اغلبيه الفلوس كلها طلعت لوجه الله. يعني انا مثلا حد مكلمني وقال لي عايز اعمل وجبات ب 2000 جنيه، تعالوا شوفوا كده ال 2000 جنيه اتصرفوا في ايه. بص كده، 30 ورك و3 كيلو بانيه دول سعرهم 1340 جنيه. طب جبنا شويه بصل وخضار وشويه بطاطس وكده ب 105، وجبنا شويه اطباق وشويه معالي وشويه شنط شويه علب ب 265، يبقى كده 1700. طب جبنا ب 200 جنيه رز بسمتي، يبقى كده 1900. المية الباقيه جبنا شويه بهارات شويه زيت، حطيت برضو في الغاز، مش هقول لك انا عملت الغاز من نفسي. فهنا انت كده عرفت ان الحاجه كلها قدام عينك، وعرفت ان مفيش حاجه طلعت كده من غير ما تعرف، لا انا بعمل الحاجه دي كلها لوجه الله. تعالى يلا نشوف هنعبي كل الاكل ده ويطلع كام وجبه. بفضل الله عملنا 52 وجبه. تعالى كده بص على الوجبات، رز ومعاه ورك، ورز ومعاه شاورما فراخ، ومعاهم علبه بطاطس. الحاجه دي كلها صاحبها هيجي ياخدها بنفسه وهو هيوزعها بمعرفته. ولو حابين تشاركوا معايا كلموني، ولو حابين اي حاجه فيها خير تكلموني فيها، انا معاكم، المهم اللي يبقى فيها خير. اكل من غير الاكل، المهم ان احنا نساعد. يلا سلام.